ورحت ركنت المكنه وطلعت عشان اطلع ابني، لقيت والدي هو عنده كاميرات فشافني وانا طالع. فانا طالع طبعا هو قاعد في الدور الثاني وانا في الثالث. فانا طالع على السلم لقيته طالع من باب الشقه. انت من بكره تاخد عيالك وتشوف لك مكان تاني تقعد ايوه فيه. انا بسأل سؤال، لما هي رمت الميه انت كنت عارف انها ميه نار؟ لا امال انت ما انا جاي مع حضرتك، مش انا اللي بعت، ده والدي اللي بعت. والد هو اللي باع. والدي اساسا الدور الارضي عنده مصنع الميه جت منظفات. عليه يعني احنا الاثنين يا فندم انا اللي في مراتي ده كله مش كان بصي اللي فيها ده كله مش كان هيكون 5% من اللي كان فيا انا. يعني انت كمان محروق؟ يا فندم ده من ستر ربنا. انا لما هي رمت تمام انا وقعت من على السلم لان انا مش شايف. تمام. فالجيران كله جه، دي عماله تصوت، كلهم منزلين عليا انا يحموني بالميه. لا مش هتشوفوا حضرتك في الفيديو. فاكرين ان هي تمام بتصوت عليا انا. وهي عماله تصوت من اللي فيها. بس هما معهمش ميه، انت بتقول بيغرقوا فيها بالميه. لا الناس اللي الجيران اللي ان هو نزل السلم من عند تحت عند مدخل البيت، فالجيران دخلوا قصدك الميه واقعه على السلم يعني؟ لا الناس جابوا ميه عاديه، كبوها عاديه كبوها عليه. ميه عاديه يعني. لكن انت ما جاش عليك ميه نار يعني؟ لا جيت عليه.